كتاب أثري مرعب اسمه نيكرونوميكان، أي حد بيقرأ منه 4 كلمات بيحضر شيطان مرعب. الشيطان ده بيقدر يدمر أي إنسان بيستحوذ عليه، زي ما حصل بالظبط مع جوزيف وعيلته. جاهزين؟ يلا بينا. بيبدأ الفيلم بشخص اسمه جوزيف بيشغل جهاز تسجيل قديم وبيسمع من خلاله مذكرات جده بنيامين، وبيعرف إن جده بنيامين كان عضو في مجلس اسمه مجلس الحكماء، والمجلس ده كان بيدور على كتاب اسمه كتاب الموتى أو نيكرونوميكان اللي مصنوع من جلد بشري وصفحاته مكتوبة بالدم. جوزيف بيعرف من تسجيلات وأبحاث جده إن كتاب الموتى فيه تعاويذ بتستدعي شيطان. الشيطان ده بيستحوذ على عقول وأجساد البشر وبيحولهم لموتى أحياء. وقبل ما بنيامين يموت اكتشف سلاح يقدر يموت به الشيطان، وعشان يحمي السلاح ده من السرقة، وعشان كمان السلاح ده خطير بيخبيه في مكان سري، وفي التسجيل قال على مكانه، وللأسف جوزيف عشان عنده فضول بيدور على مكانه وبيلاقيه وبيطلعه من مكانه، وما كانش يعرف انه صح شر هيحول حياته وحياة عيلته الكابوس. وبنرجع للماضي في سنة 2023 عند بحيرة صغيرة، وبنشوف بنت اسمها جيسيكا الشيطان استحوذ عليها بعد ما تم استدعائه من كتاب الموتى، وجيسيكا خلصت على صديقها وصديقتها تريزا وبعدين اختفت في البحيرة. بنرجع للحاضر وبنشوف قدام نفس البحيرة صديقين قاعدين وبيصطادوا سمك، وليو بتجيله مكالمة من صديقته وبيروح مكان تاني عشان يرد عليها، وجارد بيحس إن في حاجة تقيلة اتعلقت في سنارته. بيفرح جدا عشان افتكرها سمكة كبيرة وبيفضل يسحبها بكل قوته، وبيترعب لما بيلاقي راس ست، والست دي تبقى تريزا اللي شفنا من شوية صديقتها جيسيكا خلصت عليها. ودلوقتي جارد بيفضل ينده على صديقه ليو، وساعتها السنارة بتقع منه في المية، بعدين بيتفاجئ بخيوط السنارة بتطلع من المية وتلف على وشه ورقبته وبتسحبه لقلب البحيرة. ولما صديقه ليو بيرجع بيلاقيه بيغرق في نص البحيرة، بيركب بسرعة قارب صغير عشان ينقذه، ولما بيروح المكان اللي شافه فيه مش بيلاقيه. وبعد لحظات جارد بيظهر وبيمسك في القارب عشان يطلع، ووشه كان متدشمل على الآخر وبيحاول يطلع بس في حاجة بتسحبه للمية، وبعدين المية اللي حواليه بتتحول للون الدم، وليو بيفضل يشده لغاية ما بيطلع نصه اللي فوق بس. ولما بيشوف اللي حصل لصاحبه جارد بيفضل يرجع، وبعدها بيشوف جيسيكا ظهرت في البحيرة وبعدين اختفت، وليو بيحاول يهرب بالقارب بس جيسيكا بتسبقه وبتمسك القارب وتقلبه، وبعد شوية بيشوفها واقفة فوق القارب اللي قلبته، وشكلها كان مرعب وبتعمل حركة بإيدها بتخلي البحيرة تغلي. وليو بيكافح عشان يطلع للشط وبالفعل بيطلع بس بيموت، وجيسيكا المرعبة بتطلع وراه وبتدوس على ايده عادي خالص وبتمشي لغاية ما بتوصل للطريق، وبعدين بتفضل مستنية لغاية ما الليل يحل، وأول ما بتشوف عربية معدية بتقف قدامها وهي عمالة تضحك والعربية بتخبطها. وبنرجع شوية قبل الحادثة دي عشان نعرف مين اللي خبط جيسيكا، وبنشوف ويل وزوجته أليس بيحتفلوا بعيد ميلاد جوزيف أخو ويل، وكمان صديقة جوزيف اللي اسمها سيا كانت بتحتفل معاهم. ويل بيهدي أخوه جوزيف قلم حبر وبيقول له يكتب بيه الكتاب اللي بيألفه لأن جوزيف بيحب الكتابة والقراية، وأليس بتوريله صورة صورتها له بنفسها، وجوزيف بيفرح بالصورة، ولما بيقرب منها عشان يحضنها ويشكرها بيبوسها بالغلط من غير ما يقصد. وطبعا ويل أخوه بيتضايق وبيتخانق مع أليس، وأليس بتخرج بره مع صاحبتها عشان الجو يهدى، وويل بيقول لأخوه جوزيف إن أليس بتقصد تعمل الحركات دي عشان تستفزه. بعدين لما ويل بيحاول يكلم زوجته أليس هي بتصده، وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض خناقة كبيرة، وأليس بتقوله هيجي يوم وتموت وتتعفن في الجحيم. بعدين ويل بيركب عربيته وهو متعصب وبيسوق بأقصى سرعة، وبيلاقي راديو العربية بيشتغل لوحده، وفجأة بيلاقي جيسيكا في وشه وبيفقد السيطرة وعربيته بتتقلب وبيفقد وعيه، وبعد شوية بيفوق وبنشوف جيسيكا قاعدة جنبه ومتخرشمة على الآخر ومفيش حتة فيها سليمة، بس كانت لسه عايشة وعمالة تبصله وبتقوله أخيرا لقيناك وشفناك، خلينا بقى نشوف عيلتك. وبعدين راسها بتقع على الأرض، وويل كان مرعوب بس مش عارف يتحرك ولا يعمل أي حاجة. وبعد ما راس جيسيكا وقعت برضه كانت لسه عايشة وبتفضل
بتفضل تردد تعويذة من كتاب الموتى، وساعتها عربية ويل بتولع وهو بيولع معاها. بعدين بنشوف في جنازة ويل أمه كانت عمالة تتكلم وتشكر فيه وكانت زعلانة عليه جدا وعمالة تعيط، لكن أليس كانت قاعدة مصدومة ومفيش أي رد فعل ليها من الصدمة. وبعد ما الجنازة بتخلص بنشوف عامل المحرقة بيجهز جثة ويل، بس إدجار أبوه بيدخل عشان يودعه للمرة الأخيرة وبيفضل يعيط عليه. وبعد ما بيودعه وهو خارج بيسمع أصوات طالعة من تابوت ويل، بيقرب من التابوت وبيسمع الأصوات بوضوح وبيفتكر إن ابنه لسه عايش، عشان كده بعزم ما فيه بيكسر التابوت عشان ينقذه. وفجأة بتطلع من التابوت إيد ويل المحروقة وبتمسكه، وبعدين ويل بيطلع بس على شكل شيطان. في نفس اللحظة دي عامل المحرقة بيجي وبيشوف الشيطان وكان لسه هيهرب، بس الشيطان بيمسكه وما بيخليش فيه حتة سليمة. بعدين بنشوف أليس مع جوزيف وحبيبته في العربية عشان هتروح معاهم بيت العيلة، وبتقول لجوزيف إنها عارفة إن أمه وأبوه مش عايزينها تروح عندهم ومش بيحبوها. وجوزيف بيقول لها بالعكس، دي سوزان اللي هي أمه يعني مبسوطة إنك احترمتي رغبتها في حرق جثة ابنها بدل دفنه. وبعدين بيوصلوا لمنزل العيلة اللي قدام البحيرة، والمنزل كان شكله قديم جدا ومليان رطوبة. وجوزيف بيدور على أمه وأبوه ومش بيلاقيهم، وبيلاقي جدته بولي اللي عندها زهايمر. وبعدين بيشوف أمه وبتقوله ليه جبت أليس معاك، وجوزيف بيفكرها إنها زوجة ابنها وكمان مرات أخوه. وسوزان لما بتحس إنها غلطانة بتغير الموضوع وبتسأله ليه لسه محتفظ بأغراض جدك بنيامين مع إني قلتلك تتخلص منها. جوزيف بيقول لها إنه احتفظ بحاجات معينة هتساعده في بحثه وكتابه الجديد زي الكتب والتسجيلات، وبيفضل يشكر في جده لأنه بيحبه جدا، وبيقول لها إنه جده لف العالم وجمع قطع أثرية غريبة. وسوزان بتقوله يا ابني انت ما تعرفش جدك كويس، ده قاطع عيلته بعد ما بقى مهووس بمجلس الحكماء، ولما زوجته تعبت مشي من البيت بحجة إنه بيبحث عن أي حاجة يقضي بيها على الشر، بس دي كانت حجة عشان يتهرب من مسؤوليته. وسوزان وهي بتتكلم بتفضل تقطع في حاجات بنيامين. وفي وقت تاني جوزيف كان رايح يرمي الزبالة وبيشوف أبوه إدجار بيحاول يفتح آلة تقطيع العشب، وجوزيف بيقوله ما فيهاش بنزين وبيوعده إنه هيملاها وهو اللي هيقص العشب. إدجار بيوبخه وبيرمي عليه مسؤولية المنزل وبيقوله ليه سبته يوصل للحالة دي. بعدها إدجار بينزل القبو عشان يجيب وقود يملى بيه آلة تقطيع العشب، وبيحس بحركة في القبو ومش بيلاقي جرفار متعلق في مصيدة، وفجأة اللمبة بتفرقع وإدجار بيسمع أصوات همس في كل القبو وحد بيهمس في ودنه وبيقوله يسمح لهم بالدخول، وكمان بيأمره يفصل دراعه. وساعتها أليس بتدخل في الوقت المناسب وبتمنعه، وإدجار بيترجاها ما تقولش لزوجته سوزان، وأليس بتقوله ما تقلقش سرك في بير، وبتاخد منه السكينة وتخبيها في جيبها. وفي وقت العشاء لما جوزيف كان هيقعد على كرسي أخوه الميت إدجار بيرفض وجوزيف بيقعد في مكان تاني، وأليس بتبعد السكينة الموجودة على السفرة عن حاماها. بعدين سوزان بتقترح على أليس تمسك إدارة مطعم ويل، وأليس بتقول لها إنها عايزة ترجع باريس عشان تستجم وتقعد شوية مع أبوها المسن. وسوزان بتقول لها إزاي تتخلى عن حلم ابنها، بس أليس بتقول لها نتكلم في موضوع إدارة المطعم في وقت تاني، وإدجار بيقول لها لأ دلوقتي لازم الحقيقة تظهر. وساعتها أليس بتفتكر جوزها ويل ومعاملته الوحشة ليها لأنه في الحقيقة كان زوج سيء، ودلوقتي إدجار حاماها بيلومها وبيقول لها إنها ما كانتش زوجة كويسة، وبيسألها فين خاتم جوازك وليه ما عيطتش في جنازة ابني، وأليس بتقوله كل واحد بيحزن بطريقة مختلفة. بعدها إدجار بيبدأ ياكل بطريقة مقرفة والعيلة بتفضل تتخانق، وسوزان بتقول لهم بطلوا خناق عشان ويل شايفنا من السما، وإدجار بيقول لها ويل مش في السما، ويل في الجحيم. بعدين بيمسك ماكس وبيطعنه بالشوكة، بعدها بيكسر زجاجة على راس ابن جوزيف، وبعدين بيقع على الأرض، وجوزيف وسيا بياخدوه عشان يودوه المستشفى. وفي الطريق جوزيف بيلاحظ إن أبوه نفسه قطع، بس بعد شوية بيصحى وشكله كان متغير، وبياخد المقص من جوزيف وبيهاجم سيا، والعربية بتغرس في المية، وإدجار بيفضل يهاجم سيا بس جوزيف بيسيطر
عليه وبيأيد حركته بحزام الأمان، بس مفيش فايدة. إدجار بيحرر نفسه وبيقفل باب العربية على صوابع سيا، وسيا بتفقد صوابعها الجميلة، وبعدين بيمسك ابنه جوزيف وبيفضل يرفعه لسقف العربية وبيخبطه، وبيجي دور سيا وبيلف حزام الأمان على رقبتها وبيحاول يخلص عليها، وجوزيف بيواجه عليه المسدس بس أبوه بيتحداه يضربه، وساعتها سيا بتستغل انشغال إدجار وبتضربه بطفاية الحريق، ويخرب بيته مفيش أي حاجة مأثرة فيه، وبيخلص على سيا. وفي نفس الوقت سوزان وأليس بنشوفهم بيدفنوا جثة ماكس في الحديقة. بعدها أليس بتروح المخزن ومن غير ما تقصد بتخبط في شوية أدوات وبتوقعها، ولما بتلم الحاجات اللي وقعتها بتلاقي كتاب نيكرونوميكان، وفضولها بيخليها تفتحه وتقلب في صفحاته، وتعرف معلومات عن كتاب الموتى والكلمات الأربعة أو التعويذة اللي بتصحي شيطان مدمر صعب السيطرة عليه، وبتعرف كمان بوجود الخنجر اللي عن طريقه الشيطان بيموت للأبد، ولو الشخص المسكون بالشيطان اتجرح من الخنجر ده جرح صغير الشيطان هيطلع من جسده على طول. وده السلاح اللي جوزيف لقاه في أول الفيلم. بعدين أليس بتلاقي صفحات مقطوعة من الكتاب وكان مكتوب عليها 4 كلمات، وبتبدأ تقرأ الكلمات وبتعتقد إنه كلام فاضي مش حقيقي، وفي نفس اللحظة بتلاقي ماكس الكلب اللي لسه دافنينه بيطلع من قبره وبيهاجمها، وهي بتخلص عليه مرة تانية وبتروح لسوزان وتحكي لها على اللي حصل، بس حماتها مش مصدقاها. في نفس الوقت جوزيف بيرجع للمنزل وكان مرعوب وبيقول لأمه إن أبوه قتل سيا، وفجأة بيسمعوا صوت سيا بتخبط على الباب وبتقول لهم يفتحوا لها، وأليس بتفتح لها، وكلهم كانوا مصدومين إن مسند كرسي العربية غرس في راسها ولسه بتمشي وفيها روح. سيا بتسحب المسند بكل هدوء وترميه على الأرض، ومن صدمتهم مش عارفين يتحركوا، وسيا بتروح عند السفرة وتمسك شمعة وبتقول لهم في صحتكم، وبعدين بتهاجم سوزان وأليس وجوزيف بيحاولوا يبعدوها بس هي قوية جدا، وبيفضلوا يعافروا معاها لغاية ما بيوصلوا لسلم القبو وبيحدفوها وبتقع وقعة جمبازية بهلوانية. بعدها بتكلم جوزيف بهدوء بصوتها الطبيعي، وجوزيف كان هيحن لها وينزل لها بس أليس بتشد وتقفل عليها الباب، والعيلة بتطلع بره المنزل بسرعة عشان يمشوا بس بيتفاجئوا بإدجار مستنيهم بره. بعدين بيصفر للكلب والكلب ماكسي بيجي بيقف جنبه وبيطلع مسدس وبيواجهه ناحية جوزيف وبيقوله المفروض كنت تموت بدل ويل، وبدل ما يموت جوزيف بيخلص على نفسه. والمرعب في الموضوع انه لسه عايش وعيلته مش مستوعبة ايه اللي بيحصل، وبعدين بيخلص على نفسه تاني بس برضه لسه عايش، وكل شوية يكرر اللي بيعمله وكأنه بيوجه لهم رسالة وبيقول لهم مهما عملتوا معايا وحاولتوا تقضوا عليا مش هموت. بعدين العيلة بيدخلوا المنزل تاني وبيسدوا الأبواب والشبابيك عشان إدجار ما يدخلش، وكده بقوا محاصرين من جوه المنزل بسبب سيا اللي في القبو، ومن بره المنزل بسبب إدجار اللي مستنيهم يخرجوا في أي لحظة. وفي وقت تاني الجدة بولي بتسمع حد في القبو بيخبط، وبعدين بتلاقي سيا بتكسر جزء من الباب وبتطلب من الجدة تفتح لها، والجدة بتسألها رجعتي عشان ترجعيلي اللي سرقتيه مني؟ وسيا بتاخدها على قد فهمها وبتقول لها ماشي هرجعلك اللي سرقته، والجدة بتفتح لها الباب وساعتها إدجار بيعرف إن القبو اتفتح. بعدها العيلة بيعرفوا إن سيا طلعت من القبو، وجوزيف بيقول لأمه تاخد جدته ويطلعوا للدور التاني، وبياخد أي حاجة يدافع بها عن نفسهم، بس بيلاحظوا إن سيا اختفت من قدامهم، وبعد شوية بيشوفوها متعلقة في السقف زي الخفاش وبتهجم على أليس، وجوزيف واقف خايف ومش عارف يتصرف، وسيا بتقول لأليس ما تتعبش نفسك ولا جوزيف ولا أي حد هينقذك مني. سوزان بتقول لابنها جوزيف يهرب، ولما سيا بتسمعها بتقول لها بلاش تدافع عنه كده وتحميه عشان هو عنده حاجة احنا عايزينها، والحاجة دي تبقى الخنجر. وبتهاجم سوزان وبتفضل تخبطها في الحيطة لغاية ما الحيطة بتتكسر، وبيجي دور جوزيف وبتضربه ضرب مفيش بعد كده، حرفيا بهدلته وبتحدفه لحد ما بيوصل للمطبخ، وجوزيف بيمسك أي حاجة يدافع بها عن نفسه، وسيا بتسخر منه وبتفضل تقرب منه وهو بيرجع لورا، ومن كتر خوفه لما سيا بتعمل أي حركة بيقع على باب غسالة الأطباق واللي كان فيها شوك ومعالق طالعة. سيا بتستغل الفرصة دي وتفضل تضغط على جسمه وباب الغسالة بيتكسر، وساعتها جوزيف بيطعنها بالفتاحة، بتسحب الفتاحة وبعدين بيسمعوا الجدة بتنده عليهم، وسيا بتقول لجوزيف أكيد
هعدي عليها قبل ما امشي. ولما بتطلع للجدة، الجدة بتقول لها في فلوس تحت المرتبة، روحي خديها وسيبينا في حالنا. وسيا بتقول لها مع ان عقلك حالته متدهورة بس في حاجة جواها نحتاجها، واكيد جوزك قالك على مكان الحاجة دي قبل ما يموت. بعدها بتشيل طقم اسنانها وبتحطه في بقها، وبعدين بترجع لها طقم تاني وبتقول لها دلوقتي هتفتكري كل حاجة. وبعدين بتسألها ايه اللي حصل لرجلك. بس قبل ما الجدة ترد عليها، أليس بتيجي وبتضرب سيا وبتوقعها على السلم، وجوزيف بيكمل عليها وبيفضل يضربها بباب غسالة الأطباق لغاية ما وشها بيختفي. بعدها أليس بتسأله عن مجلس الحكماء، وجوزيف بيقول لها إن جده بنيامين كان بيقول إن الشيطان كان بيفسد في الأرض وليه ضحايا كتير، عشان كده جده كان بيلف العالم ويجمع قطع أثرية يعمل منها سلاح، والسلاح ده هيحمي الناس من الشيطان. وأليس بتسأله لو القطع دي لسه موجودة، وبيقول لها إنه محتفظ بيها في الطابق العلوي. وسيا بعد ما الشيطان لبسها كانت بتدور على القطع دي. بنروح لسوزان، وكانت بتدي الدواء للجدة. ولما سوزان كانت ماشية، الجدة بتقعد على السرير بطريقة تخوف وبتنده على سوزان باسمها، وسوزان كانت مستغربة إن بولي افتكرت اسمها. ولما بتروح لها، الجدة بتقف على السرير كأنها واحدة عندها 20 سنة، وسوزان بتفرح وتحضنها. وبعدين بتكشف عن وشها اللي اتحول لرعب بعد ما الشيطان سيطر عليها وبقت من الموتى الأحياء. وبتفكر سوزان وبتقول لها انت قلتي في جنازة ويل ممكن تضحي بنفسك عشان عيلتك، وبتشاور لها على الشباك. ولما سوزان بتبص من الشباك، بتشوف جوزها إدجار واقف مستنيها، وبتفتح له الشباك بإرادتها. وإدجار لما بيلمسها بيعديها عن طريق الدم، وهي كمان الشيطان بيستحوذ عليها. وأليس بتلاحظ إن حماها مش واقف برا المنزل. وفي نفس الوقت سوزان بتنزل لهم وبتقول لجوزيف انت مش عدوهم، وكل اللي عايزينه الخنجر اللي جدك مخبيه في مكان سري. وبتقوله لازم يقول على مكانه، وجوزيف بيقول لها ان تخلص منه عشان هي كانت عايزة كده. وسوزان مش بتصدقه. وفجأة الإضاءة بتفرقع، وإدجار بيهجم على جوزيف، وبعدين بيضرب أليس وبيفقدها وعيها، وبيقول لها تبطل تدخل في حياة عيلته. وزوجته سوزان بتقوله انت قلتلي مش هتأذي حد، بس هو بيهجم عليها ويضربها وبيغمى عليها. بعدين بيمسك ابنه جوزيف من شعره وبيحط وشه في وش سيا الميتة، ومن كتر القرف والألم اللي جوزيف شافه بيقوله أنا عارف مكان الخنجر. وإدجار بيقوله أخيرا ده احنا لما نلاقي الخنجر ده مفيش أي قوة هتقدر تقف قصادنا. وجوزيف بيطعنه بالقلم اللي أخوه ويل اداهوله في عيد ميلاده. ساعتها أبوه بيغضب وبيفضل يضربه، وآليس بتفوق وتستخبى. ولما جوزيف بيشوفها بيقول لها لازم تلاقي الخنجر قبل ما الشياطين تلاقيه. وآليس بتشوف آلة تقطيع العشب وبتاخدها، وكانت طالعة للطابق التاني، بس الجدة بتظهر وتهجم عليها وبتفضل تضربها، وبتواجه وش أليس على آلة قطع العشب، بس الآلة ما كانتش شغالة، فبتغرز القلم في ودنها. وبتقول لسوزان تحط الفيشة في الكهرباء وتشغل الآلة، وعشان تقنعها تعمل كده بتقول لها إن أليس سبب في موت ويل وهي اللي دمرت عيلتها. وقبل ما سوزان تشغل الآلة، أليس بتضرب الجدة في عينها وبتربطها في الكرسي الكهربائي وبتشغله، والجدة بتتسحب لطابق الأرض مع الكرسي. وأليس بتحاول تطلع القلم اللي دخل في ودنها، بس القلم بيكسر لنصين وبتطلع جزء والجزء التاني بيكون لسه جوه. بعدين بتلاقي الجدة ماسكة زجاجة وبتحاول تخلص على رجلها، وفي اللحظة دي في شخص بيقع من فوق وبيطلع إدجار هو وجوزيف. وأليس بتاخد سوزان وآلة العشب وبيدخلوا الحمام وبتقفل عليهم، وبتربط سوزان وبتقول لها المفروض تشكريني عشان ما خلصتش عليكي. بعدين بتحاول تطلع القلم المكسور من ودنها، وسوزان بتفضل تلومها على موت ابنها وبتتهمها انها سبب في تدمير عيلتها. وأليس بتقول لها اخرسي بقى وبطلي تقولي اي كلام. وبعدين بتوريها العلامات اللي على جسمها وبتقول لها ابنك سبب العلامات دي، وسوزان بتقول لها ده مجرد حادث. بعدين أليس بتتضايق جدا منها وبتقول لها انت عارفة انه كان بيعمل كده عن قصد، واللي بيحصل لكم دلوقتي انتوا تستحقوه عشان الجزاء من جنس العمل.
الأمل. وبعد كده أليس بتحاول تكسر سقف الحمام عشان تهرب، وحماتها بتبدأ تتحول وبتقولها حتى لو هربتي هتلاقي ويل مستنيكي عشان يخلص عليكي ومش هيطلع عليكي نهار. وبتكسر الحمام اللي أليس واقفة عليه، وسوزان بتلف عليها ستارة الحمام وبتفضل تطلع على الحيطة وبتتعلق على السقف وهي ماسكة أليس وبتحاول تخلص عليها، بتعورها في وشها وبتجبرها تسيبها، وبتمسك آلة العشب وبتخلص على سوزان وبتطلع للمكان اللي فيه الخنجر وبتفضل تدور عليه، وبتلاقي شنطة مليانة أشكال خناجر مختلفة بس هي مش عارفة أنهي واحد فيهم يبقى الخنجر الأصلي. وفجأة بتلاقي جوزيف بدأ يظهر، وفي نفس اللحظة أليس بتشوف خنجر شكله غريب وشكله أثري، بتمسكه وبتطعنه بيه بس جوزيف مش بيحصل له حاجة. أليس بتتضايق جدا لأنها كانت فاكرة إن ده الخنجر المطلوب، فبتفضل تجرب عليه الخناجر الموجودة ومفيش أي حاجة مأثرة فيه، بس هي مش بتيأس وبتفضل تجرب الخناجر، وآخر خنجر بيطلع هو المطلوب وبيجبر الشيطان يخرج من جسد جوزيف. بعدها حماتها بتظهر وأليس بتطلع من شباك السطح والخنجر بيفلت من ايدها وبيقع بره المنزل، وبتحاول تهرب بس حماها وحماتها بيطلعوا من الشباك وكان شكلهم مرعب جدا وبيجروا وراها، وأليس بتنزل في المدخنة وسوزان بتنزل وراها وبتزحف على الحيطة بطريقة مرعبة، وأليس بتشغل آلة العشب وبتخلص على حماتها، وبعدين بتطلع من المدخنة وحماها بيطلع وراها وقبل ما يهجم عليها بتسبقه وبتخلص عليه زي ما عملت مع حماتها بالظبط. بعدها بتولع في البيت كله وبتطلع بره بسرعة عشان تاخد الخنجر وتهرب، ولما بتاخد الخنجر بتموت بيه الشيطان اللي جوه ماكس. أليس كانت فاكرة إن شيطان كتاب الموتى انتهى، بس فجأة بتسمع صوت جوزها الميت وكان بيقول لها مع إني كنت زوج سيء بس انت فضلتي معايا، وبتلاقيه طالع لها من المنزل وكأنه شيطان طالع من الجحيم وبيفكرها لما قالت له في يوم هتموت وهتتعفن في الجحيم، وبيقول لها أمنيتك وكلامك اتحقق، وكمان بيفكرها لما وعدها إن الموت مش هيفرقهم وهو جاي عشان يوفي بوعده. وساعتها أليس بتجري وتهرب وبتوصل لمكان بناء جديد وبتلاقي فيه جهاز لاسلكي، وقبل ما تتصل وتطلب المساعدة بتلاقي اللاسلكي شغل أغنية غريبة. بعدين بتلاقي ويل بيقرب منها، بتستنى لما يقرب أكتر عشان تطعنه بالخنجر بس هو بيختفي. بعدين بيظهر من وراها ويحدفها لجوه الحفرة والخنجر بيقع من ايدها ويعيني رجلها بتغرز في حديد الأساس، وويل الميت بيملى الحفرة بسائل مغلي وبيقول لها إنه مش هيقدر يعيش من غيرها عشان كده مش هيسيبها تعيش من غيره. والبنت يا عيني بتكافح وتستجمع قوتها وبتسحب رجلها من الحديد وبتحاول تطلع بس ويل بيهاجمها وبيسألها عن مكان الخنجر، وهي بتطلع سكينة وترميها في القطران وبتقوله هو ده الخنجر وبتقوله يروح يجيبه، وساعتها بتسحب آلة كهربائية وتغرزها فيه لغاية ما بينزل في السائل، وهي طالعة من الحفرة ويل بيضربها في رجلها وبيسألها على مكان الخنجر، وهي بتمسك الخنجر الأصلي وبتغرزه فيه وبتقوله هو ده الخنجر اللي انت عايزه. بعدها بتلاقيه رجع لطبيعته وبيقول لها انه بيحبها فبتحنله وبتسحب منه الخنجر. بعدها بتعرف إنه شيطان مش جوزها الحقيقي وبتقضي عليه بكل قوتها، وتاني يوم الصبح الإسعاف والشرطة بتيجي وبيسألوها مين السبب في اللي حصل، وهي بتقول لهم جوزها السابق ويل، وبعدين بتبص بصة غريبة بس الفيلم موضحش إن كان الشر انتقل لأليس ولا لأ. وهنا بنوصل لنهاية الفيلم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وشير وكومنت حلو زيكم.